هريح بقى من الطبيخ شويه. هعمل النهارده صنف حلو، هعمل مارينج. معايا 3 بيضات، ومعايا 150 جرام سكر بودره، ومعايا الوان طعام، ومعايا فانيليا، وكيس حلواني. هفصل كده بقى البياض عن الصفار، اللي هستخدمه البياض بس. هفضي كده الصفار في القش رايح جاي كده، وهحاول انزل كل البياض اللي فيها. بمناسبة بقى النقطة السوداء اللي في الطبق دي، انا عايزة احكي لكم قصة كده حصلت معايا. انا شغالة في سوبر ماركت، جات لي عميلة قبل كده قالت لي البيض بتاعكم مليان نقط سودا، انا كل ما افتح بيضة الاقي فيها نقطة سودا اقوم رميها. المهم يعني انا كنت عايزة ارد عليها كده رد معين، بس طبعا ما ينفعش لان دي عميلة. بترمي اللعبة يا كافر. ما تضربنيش. ففهمتها طبعا ان البيض سليم مفيهوش حاجة، هو بس مخصب، بمعنى انه لو كانوا سابوا الفرخة ترقد عليه او كانوا حطوه في مكان دافي كان هيطلع كتاكيت. المهم بيض البيض دلوقتي قعدت اضرب فيه 3-4 دقايق متواصل لحد ما بقى لونه ابيض كده ونفش معايا والقوام بتاعه تقل. وحطيت عليه 3 جرام فانيليا او 3 اكياس فانيليا، وبعد كده حطيت السكر حبة بحبة وقعدت اضرب. وبعد كده قمت مقسماه كده على 4 اجزاء، جزء اسيبه ابيض وجزء هعمله اخضر، حطيت عليه ازرق واصفر، وجزء حطيت عليه لون احمر هيديني بامبي، وجزء حطيت عليه ازرق هيديني لبني. وبعدين هجيب كيس الحلواني واحط فيه اي قمع، ولو مفيش قمع برضو عادي. كده كده الاشكال مش بتظهر فيه قوي لان هي قوامها مش زي قوام البسكوت والبيتيفور والحاجات دي، هي قطرة شوية فمش هيبان فيها اشكال يعني. على فكرة هو ما نجحش معايا من اول مرة في التسوية، لان انا اول مرة وطيت الفرن على الاخر بس سبت الغاز زي ما هو. المفروض ان انا بوطي الغاز على الاخر وبوطي الفرن برضو. فالمرة دي الحمد لله نجح معايا، سبته ساعة كاملة على نار كده زي السبرتية، وان طلع مظبوط هيطلع مقرمش مش طري زي اللي كنا بنجيبه ايام المدرسة زمان. عشان انا لما دوقت زمايلي في الشغل قالوا لي هو المفروض يبقى طري. لا، هو مش المفروض يبقى طري، المفروض يبقى ناشف وبيقرمش. اسمعوا كده، هو كده نجح معايا وبس.